السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفة جديدة من وصفات هندوشا. اليوم غنحضروا كلاص بسيط جدا، سهل وسريع التحضير بمكونات جد بسيطة ومختلفة، لأننا غادي نحضروا بمكون يعني عجيب. دخلتوا في هذا الكلاص هذا اللي عطى مذاق رائع. الى عجبكم الفيديو اليوم ما تنساوش توصلوه لعدد كبير من اللايكات، وايضا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد الوصفات. فبالنسبه للمكونات غادي نحتاجوا تقريبا 200 ملل حتى ل 300 ملل من الكريمه السائله اللي غادي تكون بارده، كتكون تحتوي على 30% من الدهون، ولا كان اكثر فماشي مشكل. فغادي نحتاجوا ايضا الياغورت اللي كيكون عصير الياغورت. في المغرب الاسم ديالو ممتع، يعني عصير الزبادي، ما عرفتش واش متوفرين في بلدان اخرى. كنحتاجوا نكهه الفراوله، وفي نفس الوقت كتعطي لون. وايضا كنحتاجوا مربى فانا هنا استعملت مربى التوت. فنمشيو دابا بطريقه التحضير. ففي اناء غادي نوضعوا كريمه الخفق السائله او الكريمه السائله كاملة الدسم، كتكون فيها 30% من الدسم. كنضربوها جيدا، فالكريمه كتكون بارده، كنضربوها حتى كتطلع. فانا كان خاصني نضيف لها السكر وانا كنطربها كيف غادي تشوفوا معايا. نسيت ما ضفت لهاش السكر، ولكن نتوما ضيفوا 1 ملعقة كبيرة من السكر وطربوها جيدا. فانا من بعد غادي نضيف لها السكر حتى كنحصلوا عليها بهذا الشكل هذا. كاين البنات اللي غادي يقولوا لي واش يمكننا نستعملوا لا كريم شونتيي اللي كتكون بودره، فنعم يمكن لكم تستعملوها. فغادي نضيفوا ملعقه كبيره من مربى الفراوله او مربى يعني التوت، مهم مربى فاكهه تكون حمراء. وضعت ايضا القليل من نكهه الفراوله يعني نكهه الفريز. وكنضيفوا كوبين مملوئين جيدا من الزبادي، عصير الزبادي او ممتع في المغرب، وهنا في فرنسا كيقولوا ياغورت ابواغ. فكنضيفوا كوبين، كنضيفوا الكوب الاول وكنضيفوا الكوب الثاني. الا ما متوفرش عندكم يمكن لكم تعوضوه بالحليب كامل الدسم، ولكن كتكون الكريمه السائله كتكون اكثر، يعني كتكونوا ضربتوا مثلا 400 ملل من الكريمه السائله مع كوبين من الحليب. من بعد ما كنحركوا الكل جيدا كنوضعوهم في علبه محكمه الغلق وكندخلوهم للمجمد اما ليله كامله، فانا خليتهم ليله كامله. اما الا بغيتوا تاكلوهم في نفس اليوم فخليهم على الاقل 5 ساعات حتى ل6 ساعات. وفي اليوم الثاني فانا خليتهم ليله كامله. فكنحتاجوا الكوب اللي به ماء مع ملعقه عاديه او الملعقه الخاصه بالكلاص. كنخليو الكلاص ديالنا على الاقل واحد 20 دقيقه، يعني قبل ما كنبداو نقدموه، او 10 دقائق، المهم على حسب الرغبه، باش كيتطلق شي شويه وكتقدوا انكم تشكلوه وفي نفس الوقت ما كيكونش يعني جامد بزاف. فانا من بعد شكلتهم ووضعتهم في طبق التقديم. او يمكن لكم تعملوا الطريقه الثانيه انكم تخلطوا الكل جيدا مزيان مع بعضهم، لان بما انه به يعني هذاك الياغورت فكيجي شي شويه فيه قطع لا كلاص، يعني هو كيبقى دائما زوين وبنين. ولكن الا بغيتوا الطريقه الثانيه تحركوه جيدا وكتعاودوا تدخلوه للمجمد واحد على الاقل 10 دقائق، ومن بعد عاد كتبداو كتقدموه او كتشكلوه على شكل دوائر. فانا ما كانش عندي الوقت انني نخليه 10 دقائق، لانكم كتشوفوا بعويناتكم البنات ما صبروش باغيين ياكلوا لا كلاص. فكيجي لذيذ بزاف، رائع زوين بدون مواد محافظه. صراحه كنفكر انني ما نبقاش نشري لا كلاص. سريع زعما صراحه، اقتصادي، صحي، يعني واخا غادي يكونوا فيه يعني مواد دهنيه ولكن كيبقى صحي. المهم لاننا حنا اللي حضرناه بيديداتنا عارفين شنو درنا فيه، مره ما كاين باس. فكنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم، ما تنسوش تشاركوها مع الاصدقاء. ولا اول مره شفتوا فيديو اليوم ما تنسوش تنضموا للقناه باش توصلوا بكل جديد الوصفات. فما عليكم غير بتفعيل الجرس. وانا نقول لكم حتى الحلقه المقبله او القادمه باذن الله، وبصحه وراحه ونهاركم مبروك.